جاهزين للتخييم في البر يا عيال؟ توكلنا على الله. أحب أقضي إجازة الربيع في البر. وأنا بعد أحب التخييم تحت النجوم. وسباق الدراجات على التلال. أكل المشاوي على الفحم. هذه الرحلة بتكون وايد ممتعة. بيكون في تغطية إنترنت؟ سالم. أكيد لا. إذا سكت أسرع بنوصل المخيم على الغداء. دحين وقت الدراجات. أول نتغدى. ما في أحلى من ياسة البر. ما في تغطية هني. أكيد ما في، أنت في وسط الصحراء. سلوا عماركم طريقة الأوليين. وشو هي طريقة الأوليين؟ سرد القصص. ليش ما تقص علينا وحدة؟ انزين، في يوم من الأيام كنت أمشي في الشارع وشفت قطوة. هذه قصتك؟ أنك في يوم من الأيام شفت قطوة؟ انزين، اتحفنا بقصتك. أكيد بتشوف. كان يا مكان في قديم الزمان، بصراحة كان قبل يومين. المهم اشتريت آيس كريم ونسيت أحطه في الفريزر، وبعد ساعة تذكرت كان أركض وأركض عسبت ألحق عليه، لكن للأسف مخاوفي كانت في محلها وحصلت الآيس كريم ذايب. وفكرت شو ممكن أسوي الحين، وفجأة جتني فكرة أشربه بالعود، وكان آيس كريم مخفوق لذيذ. النهاية. أبدعت يا عبيد، قصة وايد جميلة. يدي، تقدر تقص علينا قصة؟ بقص عليكم قصة مرعبة. يوم كنت صغير أمي كانت تحذرني ما أطلع برا ألعب وقت الظهر، لأن حمارة القايلة تدور الصغارية بهالوقت. حمارة القايلة راسها راس إنسان بس ريولها ريول حمار. وفي يوم من الأيام رحت ألعب الظهر وشفت حمارة القايلة. كنت خايف. قربت مني وقالت الغدا جاهز. يدي، شو قالت حمارة القايلة؟ بكمل لكم القصة المساء. قوموا تغدوا. يا الله، ماني قادر أصبر عشان أسمع باقي القصة. ما حبيت سالفة حمارة القايلة هذه. شباب، جاهزين للوناسة؟ نحن جاهزين. يلا نروح. نقدر ني؟ للأولاد فقط. انتبهوا وخلوا بالكم من حمارة القايلة. حمارة القايلة؟ عندي فكرة. شو رايك؟ ممتاز. يلا خلينا نخوفهم. الرحلة بالدراجة بالمرة حلوة. شباب، منو يبي يطير طيارتي الجديدة؟ أنا. وأنا كمان. أنا بتم هني وبحرس الدراجات.
منصور أنا كمان. هي هذا حال الدنيا. هذا هو هناك. انت جاهزة؟ جاهزة. خلينا نسير نلقن سالم درس. انتبهوا من حمارة القايلة، تراها الزخ الصغارية وقت الظهر. سالم سالم، ليش ما خليت البنات يجون وياكم بالدراجات؟ حمارة القايلة. ساعدوني ساعدوني. لا تخاف، ما بأذيك. ممكن تساعدني يا صديقي؟ مشكور. أنت أنقذت حياتي. أنا وين؟ حمارة القايلة. سالم، هذه أنا شمة. شو استوى؟ نحن كنا معصبين لأنك ما خليتنا ني وياكم بالدراجات. هذا ظلم. عشان شي قررنا نتنكر على شكل حمارة القايلة ونخوفك. بس المقلب طلع قوي شوي. احنا آسفين. ها؟ أوه. الحمد لله أنا بخير. وقف! أنا آسف لأني ما خليتكم تدون، لا خلاص عادي. والحمد لله أنكم طلعتوا ما بحمارة القايلة. لا تخاف يا سالم، حمارة القايلة خرافة. وقف. حمارة القايلة. قولوا لي إن هذا مقلب ثاني. ما أظن. يا صوبنا. شو بنسوي الحين؟ لازم نطلع من هالمكان. فكرة ممتازة. اركضوا. يدي. شفنا حمارة القايلة. شو؟ شفنا حمارة القايلة في البر. تقصدون شفتوا شمة وخلود وهني قلدن حمارة القايلة؟ هي سالم شاف هالحمارة القايلة واغمى عليه. بس بعدين شفنا حمارة القايلة الصدقية. عمي أظن قصتك المخيفة كانت مخيفة أكثر من اللازم. يا عيالي، حمارة القايلة قصة خيالية من التراث، ما كان قصدي أخوفكم هالكثر. نحن حبينا القصة يا يدي، بس اللي شفناه حقيقي. بس يا منصور ما في شيء اسمه. مو معقولة. حمارة القايلة، قلنا لكم إنها صدقية. ساعدوني. يدي لا. هاتوني ماي. مشكور. تعال قرب من النار، أصب لك فنيان قهوة. وهذا كل اللي صار. يدي، ممكن تكمل القصة وتخبرنا شو صار يوم تلاقيت ويا حمارة القايلة؟ لا أرجوك لا، أنا اليوم تلاقيت وياها مرتين. طيب خلاص، خبرنا بقصة تانية لما نتلاقيت مع بسة تانية.